قصة آدم عليه السلام هي بداية كل حاجة. أول صفحة في حكاية الإنسانية. ربنا خلق آدم بقدرته ونفخ فيه من روحه وعلمه كل حاجة محتاج يعرفها. وفي قصته بنشوف أول اختبار وأول غلطة وأول توبة، وبنفهم إننا كبشر مهما وقعنا نقدر نقوم تاني. قصة آدم مش حكاية قديمة وبس، ده درس كبير لينا إن ربنا بيكرم الإنسان، وإن الرحمة دايما موجودة، وإن الطريق الصح مش مستحيل، بس محتاج طاعة وصبر وقلب راجع لربنا. أهلا وسهلا بيكم، أنا آية إبراهيم ودي قناتي، ولو أول مرة تشوفوني أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشارك الفيديو مع أصحابكم. ويلا بينا نبدأ قصة آدم عليه السلام. أبو البشر، أول إنسان ربنا خلقه في الأرض. ربنا عنده علم وحكمة وقدرة أكبر من تفكيرنا، وعشان كده قال للملائكة إنه هيجعل مخلوق جديد على الأرض. فقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. يعني إيه خليفة؟ يعني الإنسان هيخلف كائن تاني ربنا خلقه، اللي هم الجن. هيخلفه يعني هيجي من بعده. الجن عاشوا على الأرض قبل الإنسان، لكن الجن أفسدوا في الأرض وحاربوا بعض. فربنا أمر الملايكة يبعدوا الجن للجزر البعيدة، وهتكون الأرض للبشر. الملائكة كأنها كانت عارفة إن في مخلوقات قبل الإنسان فسدت في الأرض، اللي هم طبعا الجن، وإن الملائكة برضو كأنهم متوقعين إن الإنسان هيعمل كده ويفسد في الأرض هو كمان. ما كانوش يعرفوا إنه هيكون من البشر أنبياء وشهداء وعباد صالحين. ربنا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. ربنا يعلم كل شيء وليه سبب وحكمة من كل شيء بيحصل، وحتى لو إحنا مش عارفين السبب بنطيع ربنا. إحنا عارفين إن هو الخالق والأعلم من كل المخلوقات، وعنده الحكمة والأسباب. فربنا أخد قبضة من تراب الأرض بكل ألوانه. تراب الأرض منه الأبيض والأسود والبني الفاتح والغامق، وزي ما تراب الأرض ألوان مختلفة، ألوان البشر برضو مختلفة، منهم الأبيض والأسود والبني الفاتح والغامق. لكن مفيش لون أفضل من لون عند ربنا. الإنسان الأفضل عند ربنا هو في أخلاقه الطيبة وبحبه بربنا. وبدأ خلق آدم من تراب وماء، وبقوا زي الصلصال، مجرد تمثال، وحجمه أكبر وأطول مننا، وخلقه على أحسن صورة، ظهره مفرود وجسمه قوي. ربنا ساب آدم فترة من الزمن ما نعرفش قد إيه، إن هو مجرد كده صلصال زي التمثال. إبليس كان شيطان ربنا خلقه من النار، بدأ يروح يبص عليه ويدور حواليه. إيه ده؟ إيه المخلوق ده؟ بدأ يلف حواليه. إبليس لاحظ إن المخلوق ده فاضي من جوه، فقال لنفسه ده كده يبقى مخلوق ضعيف. إبليس حس إن المخلوق الجديد ده أقل منه وأضعف منه. بعد وقت من الزمن ربنا نفخ في سيدنا آدم وعطاله الروح اللي هيعيش بيها. ربنا علم آدم الأسماء كلها، دي شمس، دي شجرة، ده نهر، علمه كل حاجة. ربنا خلق الإنسان عنده قدرة على التعليم، وعلمه أسماء كل الأشياء وميزه بعلمه. ربنا عرض الأسماء والحاجات اللي علمها لآدم على الملائكة وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الملائكة حسوا إنهم مش عارفين الأسماء دي، وعرفوا إن ربنا ميز المخلوق ده اللي هو سيدنا آدم، اللي هو هيبقى خليفة في الأرض. ربنا ميزه بعلم ومعرفة مش عند باقي مخلوقاته. الملائكة ردت باستحياء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني يا رب إحنا علمنا على قدنا، على قد ما علمتنا، وإنت عندك العلم الواسع والحكمة والأسباب لكل حاجة بتحصل، لكن إحنا لأ. ربنا أمر الملائكة بالسجود لآدم، قال لهم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
يعني أول لما أنفخ فيه الروح كلكم تسجدوا لآدم. وهو السجود ده عبادة؟ لأ، ده كان سجود تكريم وتحية لسيدنا آدم. فأول لما ربنا نفخ الروح في آدم كل الملايكة سجدت، إلا مين؟ إلا إبليس واقف متكبر. الملائكة اللي هم أكرم مخلوقات ربنا سجدت وأطاعت ربنا، وإبليس عصى ربنا وما سجدش مع الملائكة. ربنا سأله قال له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ يعني إيه اللي منعك تسجد زي الملائكة ما سجدت؟ فرد إبليس وقال له: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس اتكبر على أوامر ربنا. إبليس لما شاف آدم وهو مخلوق من تراب وطين حس إنه أحسن وأعلى وأقوى منه. ربنا قال لإبليس: قال فاهبط منها فإما يكون لك أن تتكبر فيها. يعني ما ينفعش تتكبر وتعصاني وما تسمعش كلامي، فجزائك تخرج من رحمة ربنا وتتعذب في جهنم. إبليس بدل ما يستغفر ربنا أو قال له، قال انظرني إلى يوم يبعثون. يعني اديني بس فرصة لحد يوم القيامة، اليوم اللي هتحاسب فيه الإنسان والجن. هدخل المخلوق ده معايا النار هو وأولاده أولاد أولاده، وهفضل ورا المخلوق ده بكل الطرق عشان أخليه يعصيك زي ما أنا عصيتك. ربنا هيعمل اختبار لآدم عشان يتعلم ويحذر من الشيطان. ربنا قال لآدم: أنت هتعيش في الجنة أنت وزوجتك. ربنا خلق حواء عشان تكون زوجة لسيدنا آدم وأم لكل البشر. خلقها من ضلع آدم. يعني إيه ضلعه؟ يعني حواء كانت جزء من آدم، وربنا بقدرته عطاها الروح والحياة. الحياة في الجنة ما فيهاش تعب ولا جوع، كل حاجة موجودة وجميلة وسهلة وممتعة. لكن ربنا عطى آدم وحواء، ربنا قال لهم ما تقربوش من الشجرة دي، استمتعوا بالجنة بس ما تقربوش من الشجرة دي بالذات. مش بس ما تاكلوش، لأ، ما تقربوش للشجرة دي أصلا. آدم وحواء فضلوا عايشين في الجنة، بس كل شوية الشيطان يدخل لهم الجنة ويحاول يقنعهم ياكلوا من الشجرة دي. الجنة طبعا مليانة فاكهة كتير جميلة، ربنا جعلها ليهم وقال لهم ما تقربوش من شجرة واحدة بس، فما يرضوش يسمعوا كلام الشيطان. الشيطان وقتها ما يأس، فضل وراهم يزن 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 ويسيبهم ويرجع لهم تاني. الشيطان وقف وحلف لهم إنهم لو أكلوا من الشجرة مش هيموتوا أبدا، وهيكونوا ملايكة، وهيبقى عندهم ملك ما بينتهيش. وقال لهم إنه بينصحهم ومش عايز غير مصلحتهم. آدم وحواء صدقوا، نسيوا أمر ربنا وراحوا للشجرة قربوا منها وكلوا منها. ربنا كان خافي عنهم مكان العورة اللي في جسمهم ومحدش ينفع يشوفها، فظهرت عورتهم واتكسفوا وفضلوا يقطعوا من ورق الشجر ويغطوا بيه نفسهم. عرفوا إنهم وقعوا بذنب كبير قوي، وإنهم ما سمعوش كلام ربنا في أمره، والشيطان كدب عليهم. سيدنا آدم وحواء حسوا بالذنب الكبير قوي ده، وعرفوا إنهم وقعوا في معصية كبيرة. ربنا عاتبهم وقال لهم: مش أنا قلتلكم ما تقربوش من الشجرة دي، وقلتلكم إن الشيطان ده عدو كبير ليكم وما سمعتوش كلامي. سيدنا آدم لما عصى ربنا ما بررش زي إبليس ما برر، قال: أنا ما سجدتش لإني أحسن منه. سيدنا آدم ما فضلش يبرر ذنبه وخطأه أو يقول أي أسباب خلته يعمل كده. سيدنا آدم فورا استغفر ربنا ورجع له وندم على اللي عمله. ربنا سامحه على اللي عمله، وده كان الاختبار والدرس لآدم قبل ما ينزل على الأرض عشان يعرف مين عدوه، وإن إزاي مهما حصل يطيع أمر ربنا حتى لو مش فاهم سببه، وإن الشيطان عدوه اللي هيحاول بكل الطرق إن هو ما يسمعش كلام ربنا ويعصيه، وخطوة بخطوة هيقع الإنسان في الذنوب. عشان كده ربنا قال لنا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ربنا تاب على آدم وحواء ونزلهم الأرض، لكن الأرض غير الجنة طبعا، تعب وشغل عشان يوفروا أكلهم وسكنهم، وربنا رزقهم بأولاد وبنات كتير جدا. بس إيه اللي هيحصل بعد كده؟ لو عايزين تعرفوا إيه اللي هيحصل تابعوني في الجزء التاني من الفيديو. وبكده
يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة ورأيكم في القصة بتاعت النهاردة. مع السلامة في فيديو جديد.